صباح الخير مشاهدينا، احنا النهارده بنتكلم معاكم من جنينة الحيوانات. الحقيقة الشعب المصري حاسس بالأمن والأمان ونازل عشان يحتفل بالعيد في وسط الناس، في وسط الخضرة، في وسط الأماكن المفتوحة. هنشوف الأسر المصرية رأيها إيه في الاحتفال بالعيد وهنسمع منهم كلام كتير قوي. أتعرف بحضرتك، كل سنة وأنت طيبة. حضرتك طيبة، مدام هالة غانم. أهلا بيكي. وحضرتك؟ أستاذ ماجد حسن. اهلا بيك. عايزه اعرف ليه حبيتوا انكم تاخدوا الولاد وتنزلوا تحتفلوا بالعيد في جنينه الحيوانات؟ الحمد لله مصر بقت امان زي الاول وفي هنا يعني رعايه جامده وكويسه خالص، وبعدين عشان ما فيش احسن من مصر نحتفل بيها هنا، وخصوصا في الجنينه هنا بين الاسر وبين اخواننا وحبايبنا. الحمد لله. حضرتك حبيت ان انت تاخد الاولاد وتنزل تروح جنينه الحيوانات، مش قلقان من حاجه؟ اكيد طبعا، يا ريت الايام كلها تبقى عيد واحنا مبسوطين كده في الايام الحلوه ديت، وحسينا فعلا بالايام الحلوه دي رجعت تاني بتاعت زمان. الايام بتاعت زمان، العيد بتاع زمان اللي احنا كنا بنتمناه فعلا رجع تاني في الاول خالص. الحمد لله رب العالمين، يا رب ويعود عليكم يا رب العالمين، يا رب كل خير. علينا وعليكم. عايزين نشوف الاولاد. عايزه اعرف انت مبسوطه النهارده ان انت جيتي جنينه الحيوانات؟ انا مبسوطه جدا، بس انا مبسوطه عشان انا اتفسحت وبحب العيد كله. فسحتي في الجنينه ولا لسه هتبداي بقى؟ لا اتفسحت الحمد لله وفرحت وكلنا فرحنا. في بعض الناس كانت قلقانه او ما زالت قاعده في البيت وقلقانه انها تنزل، يعني حاسه ان الدنيا زحمه او في قلق؟ ده اطلاقا لا، طبعا لازم ينزلوا ويتفسحوا، وبقول لهم دعوه ان مصر بقت امان اكتر من اول، من بعد طبعا رئيسنا السيسي الحمد لله ادانا امان جامد. وبعدين في تفتيش هنا في الجنينه قبل ما ندخل، يعني الحمد لله رعايه جامده جدا. وبدعو كل مصريين ان هم يعيدوا معانا ويتبسطوا ومصر ترجعت امان زي الاول. كل سنه حضرتك طيبه. عايزه حضرتك تقولي انتوا النهارده بس اول يوم اللي نازلين ولا ناويين تستمروا كل ايام العيد هتنزلوا؟ ناويين نستمر على طول دايما وننزل كل يوم يا رب العالمين يا رب. يعني دايما ننزل كل يوم، وجايين احنا اصلا اساسا من 6 اكتوبر وجايين في المواصلات اصلا زي الفل، ما فيش اي حاجه والدنيا امان والدنيا على اللهم صل على النبي يعني الحمد لله. ان شاء الله. قول لي يا حبيبي اسمك ايه؟ ممكن تبص للكاميرا كده وتقول لي اسمك ايه؟ كريم. كريم، انت اول مره تيجي جنينه الحيوانات ولا جيت قبل كده؟ لا جيت قبل كده. ايه الفرق بقى بين جنينه الحيوانات في العيد وفي الايام العاديه؟ لا الفرق جميل. ايه؟ فرق جميل، يعني مثلا تبقى حلوه كده مثلا. حلوه. خدت العيديه ولا لسه؟ لا خدتها. قول لي نفسك في ايه؟ يعني شايف ان شاء الله نفسك البلد تبقى عامله ازاي؟ نفسي تبقى البلد حلوه كده وجميله ومفيش اي خناقه ولا اي حاجه. ليك دور في انها تبقى حلوه وجميله، ليك دور في انك ما ترميش حاجه في الارض، في انك تحافظ على النظافه. موجودين النهارده في الجنينه والدنيا نظيفه، هنحافظ عليها نظيفه؟ ان شاء الله. مشاهدينا احنا لسه معاكم وهنحاول ان احنا نتكلم مع الاسر اللي موجوده او مع الشباب. الحقيقه كله موجود النهارده عشان يحتفل بالعيد. قول لي اسمك ايه؟ محمد ابراهيم شعبان. محمد، انت ليه جيت جنينه الحيوانات في العيد؟ عشان عايزين نحتفل وبتاع ويوم سعيد. الشباب موجودين النهارده لكن بيحافظوا على البنات اللي موجوده، مفيش مشاكل؟ لا مفيش مشاكل طبعا، كل حاجه هنا سعيده والدنيا فل هنا. ان شاء الله تستمر على كده. كل سنه وحضرتك انت طيبه يا استاذ. قول لي جاي ليه جنينه الحيوانات النهارده؟ جاي افسح اولادي. قد ايه اعمارهم؟ هم الاثنين دول، واحده عندها 12 سنه وواحده 17. مبسوطين بالجنينه؟ ما في غاليه بقى جنينه الاسعار غاليه. التذكره بكام وانت داخل؟ 5 كلاو ب2 جنيه. بس 5 برضو عشان تتفسح طول اليوم من اوله لاخره. يراعوا ظروف الناس اللي هي ما معهاش يعني. العيد والعيديه بقى كل سنه وانت ها كل سنه وانت طيب. قول. عايز تقول؟ عايزه اقول ايه؟ انا بقول لك انت جاي ليه النهارده الجنينه؟ جاي عشان افسح اخواتي الصغيرين. ماشي، كل سنه وانتم طيبين. نشوف البنات الامامير. قولي لي النهارده الجنينه زحمه لكن برضو في نفس الوقت احنا مش متضايقين، يعني حاسين ان في امان، الشرطه متواجده. ده رايي، قولي لي رايك انت. انا رايي ان الحمد لله في حب موجود في الجنة كتير، وبعدين ان شاء الله تبقى بدايه حلوه علينا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. اول مره تفكروا انكم تنزلوا في العيد تروحوا جنينه الحيوانات ولا كنتوا بتيجوا على طول؟ لا احنا اول مره فعلا نيجي جنينه الحيوانات في العيد. احنا قلنا بس العيال الاطفال يتفسحوا ويغيروا جو وينبسطوا في العيد. طيب ولما جيتي بقى ولاقيه في زحمه بس في نفس الوقت الدنيا امان يعني؟ فعلا احنا حاسين بالامان ومبسوطين وماشيين ما فيش اي مشكله.
وحضرتك يعني في بعض الناس بيبقوا قلقانين انهم ينزلوا، انا عايزاك تكلمني عن انت وانت بتتكلم معاهم في البيت وبتقول لهم انا نازل في العيد عشان نقضي الاجازه تبقى اول يوم في جنينه الحيوانات والولاد هيتبسطوا، اكيد ما كنتوش قلقانين، كنتوا مطمنين؟ انا عايز اقول ان مصر جميله، ومصر لازم ننزل نشوفها كلها ونلف مصر كلها. ايه البروجرام النهارده اول يوم في الجنينه؟ بعد كده احنا رحنا برج القاهره الصبح والجنينه، وبعد كده هنروح الملاهي ان شاء الله. انتوا صليتوا ونزلتوا ولا ايه؟ ان شاء الله. يعني بادئين اليوم من بدري قوي. بالظبط. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. قول لي اسمك ايه؟ ابراهيم. ابراهيم، اول مره تيجي جنينه الحيوانات ولا جيت قبل كده؟ ايه؟ اول مره تيجي هنا ولا جيت قبل كده؟ لا جيت قبل كده. قول لي بقى لما جيت لقيت الحيوانات اكتر ولا اقل ولا ايه؟ لا هي نفسها، بس احنا لسه ما شفناش كل الحيوانات. لسه يعني لسه هتبدا تتلف في الجنينه وبعد كده تقول لي رايك؟ طب برج القاهره الصبح كان زحمه ولا كان فاضي؟ كان فاضي، ما كانش فيه الا هم ناس حبه صغيرين. بيبقى احسن انك تروح مكان يبقى فاضي ولا يبقى زحمه؟ فاضي احسن، تستمتع اكتر. بس الجنينه النهارده زحمه بس برضو حلوه صح؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتوا طيبين. جانا، قولي لي يا جانا، بصي للكاميرا كده وقولي لي النهارده مبسوطه في الجنينه؟ كل سنه وانت طيبه. خدتي العيديه ولا لسه؟ خدتها. خدتيها؟ هتصرفيها هنا ولا هتحوشيها؟ مش عارفه. لسه مش عارفه هتعمل ايه في العيديه. يوسف، كل سنه وانت طيب. انا ميرسي ليكم، كل سنه وانتم طيبين. الشباب عايزه اعرف النهارده وانتم موجودين في جنينه الحيوانات اكيد عليكم دور مهم انكم يعني ما تضايقوش البنات اللي موجوده، في نفس الوقت لو شفتوا مشكله تحاولوا تحلوها، ولا انتوا جايين تتبسطوا مالكوش دعوه بحد؟ لا طبعا المفروض نخلي بالنا البنات عشان هم اخوات. يعني مش معنى ان الدنيا زحمه ان هيحصل مشاكل. لا طبعا. عايزه اعرف ليه جيت النهارده جنينه الحيوانات؟ عشان هذا العيد. اول يوم العيد لازم تيجي جنينه الحيوانات. طب وتاني يوم هتعمل ايه؟ هنروح في حته ثانيه بقى. هنروح الازهر. بيت السحيمي. بيت السحيمي كويس، بيبقى فيه عروض وبيبقى فيه سياح. لما بنشوف السياح هم النهارده مش موجودين في جنينه الحيوانات، بس الاماكن اللي بيبقى فيها سياح بتعملوا ايه عشان هم ما يبقوا مبسوطين ويحسوا ان المصريين شعب لطيف؟ عادي يعني بنتعامل معاهم عادي يعني، ولا نضحك عليهم ولا نتريق عليهم ولا نعكسهم ولا نعمل لهم اي حاجه. والله شباب مصر زي الفل، اللي بيقول علينا عندنا مشاكل ده ما يعرفناش. برضو لسه الاسر المصريه موجوده. اتعرف بيكي، اسم حضرتك؟ مدام دعاء. كل سنه وانتي طيبه. برضو النهارده حبيتوا انكم تيجوا تقضوا اليوم في جنينه الحيوانات؟ الاولاد بيستمتعوا وبيكتسبوا مهارات جديده وخبرات اشكال الحيوانات والوانهم. مخططين لليوم ازاي؟ يعني هتفضلوا قاعدين طول اليوم وتتغدوا هنا ولا هتطلعوا بعد كده تتغدوا بره ولا؟ لا هو شويه هنا وبعد كده غدا وبعد كده زياره الاقارب بقى وصله الرحم. اسم حضرتك؟ المهندس عبد الستار. باشمهندس، زمان كانت الاعياد بتبقى اول يوم نزور الاهل ونعيد عليهم، دلوقتي بقى مهم جدا ان احنا برضو ناخد الولاد نفسحهم وبعد كده نروح للاهل، مش كده؟ هو اصبح فرض، بس فرض لذيذ يعني، فرض اجمل من الاول بكتير يعني. بنصحى الصبح نصلي ويا دوبك بنطلع ناخد الاولاد نروح اي مكان نفسحهم يشم هوا فيه، يعني واجب علينا وواجب طعمه حلو بصراحه ربنا يعني. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. لما نزلت النهارده وجيت الجنينه انت رحت صليت العيد الاول ولا لا؟ صليت العيد؟ اتكلم يا حاج. وبعد العيد خرجت على طول، العيديه فين؟ جبت ايه العيديه؟ في عيديه هنا ولا ما في؟ لا مفيش. احوشها؟ لسه ما خدتش عيديه، لما تروح بقى لتيتا بالليل صح؟ ان شاء الله. وانت يا عمر اسمك ايه؟ منار. قولي لي العيد مبسوطه في جنينه الحيوانات؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. على العموم احنا لسه مكملين في جنينه الحيوانات ولسه ماشيين في وسط الناس. قولي لي حضرتك اسمك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. محمد يوسف. قولي لي ليه حبيتي تيجي جنينه الحيوانات النهارده؟ والله هي زياره جميله، بيتعلموا بيترفعوا في نفس. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حضرتك. الحقيقه الحديقه زحمه وفي نفس الوقت الناس موجودين، الاسر المصريه موجوده كلها، الاسر المصريه موجوده وفي نفس الوقت مطمنين مش حاسين بقلق. والحقيقه يعني الكاميرا مبينه الصوره اكتر من الكلام. وجود الناس. استني بقى، ده ايه المرض ده؟ ما ينفعش كده خالص.